الفاعل. ببدأ بالفعل في البداية مع ملاحظة تحويل I am إلى are you وتحويل I was إلى were you. السؤال بقى في الفعل المساعد الثالث اللي معانا وهو الverb to have اللي هو معناه فعل يملك أو يمتلك. طبعا الverb to have بيتكون من has و have. has بتيجي مع he وشي وات وأي اسم مفرد، أما have بتيجي مع I ووي وذي ويو. طيب على سبيل المثال I have a car، يعني بيقول لي أنا أمتلك سيارة. عايز أقول له هل تمتلك سيارة؟ الحالة دي هستخدم do و does في حالة السؤال. do مع I ووي وذي ويو وdoes مع he وشي وات. الفعل عندي هنا اسمه I، يبقى هستخدم السؤال بدون. زي ما اتعودنا I في السؤال بحولها إلى you. Do you have a car؟ هل تمتلك سيارة؟ الإجابة بنعم yes، وأحول you إلى I وهنزل بدون. والنفي no I don't. آخر على has بيقول she has a bag، يعني هي تمتلك حقيبة. عايز أقول هل هي تمتلك حقيبة؟ الفاعل اسمه شي مفرد، يبقى استخدم does، يبقى أقول does she. وهنا has هرجعها للمصدر اللي هو have. does she have a bag؟ الإجابة بنعم yes she does، والنفي no she doesn't. حد يسألني يقول لي طب هاف دي جت منين؟ هاف هي مصدر هاز. احنا عرفنا ازاي نعمل سؤال بهل، كده احنا عرفنا نعمل سؤال على الفيرب تو بي في المضارع وفي الماضي والفيرب تو هاف. يلا ناخد ازاي بنعمل سؤال على البريزنت سمبل المضارع البسيط، سؤال بهل في البريزنت سمبل في المضارع البسيط. المضارع البسيط بيتكون من التصريف الاول للفعل، الفعل في صورته الاساسيه، بضيف للفعل اس او اي اس او اي اي اس مع هي وشي وات واي اسم مفرد، يبقى ضمائر مفرد واي اسم مفرد. طيب في المضارع البسيط بنفي بدونت ودازنت، مش موضوعنا النهارده، احنا عايزين ناخد السؤال. في السؤال هسال في المضارع البسيط بدو